يا زكريا إنا نبشرك غلام اسمه يحيى، هو اللي سماه. إن البشارة هو الإخبار بما يسر قبل أن يجيء، فكيف بك إذا بشر ربك؟ ساعة ما يبشر ربنا يبقى معناه أنها إيه؟ لم نجعل له من قبل سميا. السمي العلماء اختلفوا في معناه، أي نظيرا ومثلا وشبيها. المعنى بقى اللي يجي هنا يعني واحد على اسمه، يقول لك ده فلان ده سمي فلان. سمي يعني ايه؟ اسمه زي اسمه. يبقى هذا اول اسم وضعه الحق على ابن زكريا، ولم يكن احد قبل ذلك قد سمى بيحيى، الا انه بعد ذلك ناس كتير سموا يحيى، انما الكلام على القبر. يبقى اذا سميا هنا معناها ايه؟ ان يحيى اول سمي بهذا الاسم. البشر اي واحد يسمي اسم، اي اسم يطلقه على المسمى. يعني اللي سمت ابنها حرنكش ده يعني هي حره تسميه زي ما تسميه، اللي سمت البت زنجيه قمر هي حره تسميها زي ما تسميه. الا ان الناس حين يسمون يتمنون مسمى فيه مواصفات تسر وتقر العين. يقول لك سعيد متفائلا ان يكون ايه؟ سعيد. لكن المتفائل ده يملك ان يكون الامر كما يحب؟ ما يملكش، لأن فيه قوة أعلى منه، لكن هو متفائل. لكن قد تأتي الأمور على غير مراد. فإذا كان الذي سمى باسم فيه شرف، وهو القادر على أن يجعل المسمى هكذا، يبقى لما يسمي يتحقق مراده ولا ما يتحققش؟ لو أن ربنا هيجي يقول أنا سميته سعيد، يطلع إيه؟ لازم سعيد. فربنا قال له أنا سميته يحيى. كلمة يحيى دي احنا عارفينها، يحيى يعني ضد يموت. قال لك ما دام ربنا هو اللي سميه يبقى هو اللي قادر على انه يعيش. طب يا رب يحيى قد ايه يعني؟ افرض انه يحيى اعماره المتوسطة في الخلق، ويبقى عاش ولا ما عاش؟ لكن ده ربنا اللي قال لك. ولذلك استدل بعض العارفين على ان التسمية بيحيى دلت على ان ابن زكريا سيموت شهيدا ليظل حيا. وقد كان